وعلى رأي المثل كل شله يشبه له، حتى الحمار واللقانيه. ابني فين يا عتاولة؟ بيجوا فين؟ عليا النعمة من نعمة ربي، لو حد منكم مس شعرة بس ابن ابني لخليكوا تشوفوا أيام أسود من قرن الخروف. حلو. لا حلو قوي. يبقى تتكلمي وتقولي اللي عندك واحنا هنسمعه. تقول لنا ايه حكايه فلوس حياتك دي اللي سرقتها بنت اختك تونه لا مؤاخذه من المعلم عيسى الوزان. وبالمناسبه بقى عايزين نعرف حكايه كنز ام ستر الله يرحمها اللي انت دايخه عليه ده. وتعرفي الخواجه منين وعلاقتك بيه ايه؟ أنا باخد حقي. حقك ده كسر حقك. أيوة حقي. بأمارة ايه؟ بأمارة شقاية اللي أمكوا سرقته. أيوة شقاية اللي خدته أمكوا ورمتني على البرش 20 سنة في السجن عشان انتوا تتربوا، وأنا اتحرمت من بيجو ابني اللي انتوا خدتوه. عرفت ليه يا حبيبي انت وهو؟ ياه، يعني انت عامله كل الحوارات دي عشان تاخدي حقك من امي؟ ومنكم انتوا الجوز. بسيط، نبعتوكوا ليها تصفوا حساباتكم مع بعض فوق. طب ما بعتكم انتوا ليها تناموا جنبها. كده مش هنخلصوا، عايزين نتكلم في الجد. ما خلاص بقى نتكلم في المهم. نسمع. اللعبة كده قفلت خلاص، وآثار الرماح لازم تظهر وإلا ده ما هيبقى للركب. ومش احنا بس، ده في الحفار وفي الخواجة، وانتوا الجوز عارفين يعني ايه الخواجة. ده جايب محترفين ما بنتهتش. وحوار البضاعه ده هنتصرف فيه على هوانا. نعم يا حلت امك انت هو. وحياة امك يا عيسى، وده اخر كلام عندنا. اسمع مني انت يا نصار، اب بالبضاعة وبالآثار وكله يتراضى. احنا مش هنعرف نقابل اللي هيجيلنا. وإن جاك الغصب خده بالرضا، الخواجة يومين ويحضر. يا انس، يا انس وشرف ويجي نضيفوه انا واخوك الكبير. والمصلحه اللي عندنا ما حدش يعرف لها طريق جره لغايه ما نخلصوا فيها ونتفقوا عليها بالرضا والتراضي. وبعدين نفكروا بقى هنبيعه ازاي؟ هنقسمه ازاي؟ هنوزعه ازاي؟ على راي اخويا، على هوانا. نعم يا روح امك. وحياة امك يا عيسى. امال انا فين؟ ده اللي عندنا يا وزان. ولو مش عاجبك البحر واسع اشرب لحد ما ترجع. بس الملح ما بيرويش عطشان يا حبيبي انت وهو. ان شاء الله تموتي من العطش. حوارنا خلص خلاص واللي عندنا قلناه. كده انتوا عجلتوا بالخراب يا عتاولة. ابني هيرجع يا عتاولة حتى لو عديت على كل جثة منكم. سامعني ولا لا؟ اخرك هاتيها جديده. لا ده انا اخري غويط قوي، ده انا بير ومالوش قرار. مش هسيبك تتهنى يوم في عمرك يا نصار، وابقى خلي بالك على اللي منك. تعبان يا قلبي. حوارنا خلص خلاص واللي عندنا قلناه. كده انتوا عجلتوا بالخراب يا عتاولة. ابني هيرجع يا عتاولة حتى لو عديت على كل جثة منكم. سامعني ولا لا؟ اخرك هاتيها جديده. لا ده انا اخري غويط قوي، ده انا بير ومالوش قرار. مش هسيبك تتهنى يوم في عمرك يا نصار، وابقى خلي بالك على اللي منك. تعبان يا قلبي. كده يبقى اهلا بالمعارك. انا هنفخكم انتوا الاتنين. اديك سمعت كل حاجه. الكرة الوقت في ملعبكم. اقول لك كلم الخواجه، كلمه قول له احنا وعيسى الوزان عملنا اللي علينا. الو. الحوار كده بيكبر يا عتاولة، ودخلة الخواجة ورجالته غير اي دخلة تاني. هم مش مصدقين ان الحاجه اتاخدت مننا في الصعيد، ولا نجيبوا مصحف نحلفوا عليه؟ ولا اللي في دماغي صح ولا ايه؟ بالظبط اللي انت فاهمه صح. الحاجه لسه معانا. ايوه، ومخبيين عليا اخواتي يا كبار. وانت يا بني كنت عارف؟ ما تنطق. الجرايه دي يبقى في ايه؟ هو احنا جايين نتعرفوا على بعض دلوقتي؟ وبعدين من امتى تدخل حق حد؟ حقك محفوظ. ما تدخلنيش في قصه فلوس يا نصار، مش القصد يعني. ادام مش القصد يبقى نتك على العقل بقى كده ونهدى. عمي
انا لسه جاي من النيابه برستيج، وعاطف خد براءه بضمان محل اقامته الحمد لله. كويس. هو فين دلوقتي وعامل ايه؟ جايب صعبانيات وعيني عليا وعلى اللي بيجرالي والحقيني ياما. انت ما اتحبسش غير يوم واحد بس يا عم خضر، طلع على المنطقه ارتاح هو والسبت. الحفار كان مراقبكم وسمع كل اللي انتوا قلتوه، وهو دلوقتي مع الوزان. شكلهم كده بيخططوا للحرب الكبرى. صمولة جري على الحاره تجيب لي عاطف والسبتي حالا. عاطف والسبت يا عم خضر، بقول لك الحرب الكبرى شديده، والوزان وعدوله والحفار وديهم في ايد الخواجه. ما هو ده اللي احنا كنا عاوزين يحصل، التجميعه دي بالظبط اللي انا عايزها، وعايزهم يعرفوا كل حاجه عننا. اللي هو ازاي يعني؟ ياض اسمع ياد وبطل غابه. عايزهم يعرفوا اللي احنا عايزينهم يعرفوه، المهم يصدقوه، وانت اللي هتوصل المعلومه جازيه. ليفي كوين يعني. بالظبط كده. شالوم. شيخاه. ايه شيخاض يا عم الجهه؟ شيخاه دي بيقولوها اخواننا البق. انا لسه هفهمك يا بني. يا تشيحه يعني زق عجل. انا جبت اخر خلاص. انا ابني لو جراله حاجه والمرسي ابو العباس لا هد المعبد على اللي فيه، لا تقولوا لي عتاوله ولا تقولوا لي الجن الازرق. رجالتك جاهزه يا وزان؟ على حر من الجمر. ورجاله عدوله هانم جاهزين. طبعا جاهزين. والست شديده رجالتك جاهزه ولا رايك ايه؟ هي دي محتاجه راي. انا مصيبتي كبيره قوي اكتر منكم كتير. يبقى كده بقت خراب وسواد على العتاوله وعلى اللي خلفوهم. الخواجه خلاص نازل بنفسه، وده اللي انا كنت عامل حسابه من الاول. طمني، اوامره ايه؟ ان خلاص العتاوله حكايتهم انتهت. حكايتهم انتهت طبعا، بس نصار هيفضل عايش صح؟ لا نصار ولا غيره، العتاوله خلاص انتهوا. يغوروا في داهيه، يختفوا بقى من حياتنا، يخف. لا بس نصار لا. نعم يا اختي. مش فاهمه، بتاكل فته محلوله. انت بتقول لك نصار لا؟ ما هي مش خاصه عليها حد. اللهم صل على النبي. الحمد لله ربنا سترها. هو انت عامل وشك كده ليه؟ ما تفرد وشك شويه كده وافرح. افرح؟ هو اللي زينا من حقهم يفرحوا يا سبتي؟ هفرح على ايه؟ على الشارع اللي انا مرمي فيه؟ ولا على الفقر اللي واكلني؟ ولا على الحب اللي بشحته؟ ولا افرح ان انا زرع شطوني ماليش جدر؟ معرفش لا ام ولا اب، ولا اعرف اسمي ايه حتى. ولا افرح على الاحداث اللي انا اتربيت فيها. اللي زينا المفروض ما يفرحوش يا ستي، ملهمش مكان في الدنيا. احنا عاملين زحمة. احنا نفرح عشان ما قدامناش حل غير ان احنا نفرح. ما احنا مش هنعيش زعلانين ونموت زعلانين.